الكيان مرعوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالوا عنه الراجل الوحيد اللي بيقدر يقول لا، ومش أي حد بيعمل كده، ده حتى رئيس أمريكا نفسه ما سلمش منه، رغم إن دونالد ترامب بيحكم على زعماء الدول حرفياً، بيلاقي نفسه عاجز قدام رئيس مصر. يا ترى إيه سر قوة الرئيس السيسي؟ وليه الكيان بقى بيخاف من كلمة لا اللي بيقولها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معايا للآخر. الدنيا والعالم كله ملوش سيرة إلا قوة وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كمان الصحافة العبرية مش ساكتة، وصحيفة يسرائيل هيوم بنفسها كتبت تقرير قالت فيه إن مصر بقت عاملة رعب ليهم، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان بيمشي زعماء أوروبا بنظرة واحدة وقدر يضغط على رؤساء وزعماء دول كبار زي رئيس روسيا فلاديمير بوتين وكمان رئيس أوكرانيا زيلينسكي، واللي اضطروا في يوم من الأيام يقعدوا قدامه ويسمعوا شروطه، لكنه برغم كل ده لقى نفسه ضعيف قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصحيفة نشرت تقرير هاجمت فيه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، وكل ده علشان السيسي رفض يرضخ لسياسة ترامب ورفض خطة ترامب للمنطقة اللي كان الكيان وأمريكا بيحاولوا يفرضوا عليها. الصحيفة نفسها قالت إن في حالة ذهول داخل الكيان، وده بيخلينا نسأل إزاي مصر اللي ما عندهاش ورقة ضغط قوية زي الفلوس أو التحالفات تقدر تقف قدام أمريكا والكيان؟ الإجابة ببساطة إن قوة مصر مش في صفقات ولا تحالفات، قوة مصر في اتحاد جيشها وشعبها. أيوة، ولأن طول عمر الجيش المصري بيتقدم في الصف الأول ومعاه شعب واقف وراه وفي ظهره زي ما بيقولوا، وده اللي مسبب رعب لأي حد بيفكر يقرب من حدود البلد دي. الصحافة العبرية نفسها قالت إن مصر بقت لاعب أساسي في كل الملفات والتوترات اللي بتحصل في الدول المجاورة لينا، وإن ده بيحصل على عكس دول تانية دخلت في اتفاقيات مع الكيان وخضعت ليه، لكن مصر بقت عامل توازن محدش يقدر يتجاهله. الرئيس السيسي بنفسه قالها في فيديو الجيش الأخير اللي اتنشر بعنوان القوات المسلحة جيش الشعب درع الوطن، قال فيه طول ما القوات المسلحة يقظة منتبهة مستعدة مدربة أمينة شريفة مفيش خوف أبدا من أي حاجة. ودي مش مجرد كلمات عادية، دي رسالة مباشرة. مصر عندها جيش عقيدته حماية الأرض وسيادتها المصرية، ومن فترة الكيان حاول يرمي التهمة على مصر بخصوص منع المساعدات الإنسانية من دخولها لإخواتنا من خلال معبر رفح، لكن السيسي رد بشكل صريح وواضح وقال خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع البريكس إن دي كلها أكاذيب. وطبعا الكلام ده أغضب الكيان جدا لدرجة إن الإعلام العبري وصف السيسي إنه الراجل الوحيد اللي بيقول لهم حرفيا كلمة لا، وإنه بيقف قدام أي مشروع تهجير. السفير رفعت الأنصاري القنصل المصري السابق في تل أبيب قال في تصريحاته لجريدة المصري اليوم إن الإعلام داخل دولة الكيان بيتحرك دايما بأوامر المخابرات الشباك، ورسالتهم دلوقتي واضحة جدا، وهي إن السيسي هو العقبة الوحيدة اللي قدامهم. والأغرب إن القنوات العبرية أعلنت إن مكتب رئيس وزراء دولة الكيان حاول يرتب مكالمة مع السيسي بخصوص موضوع فيلادلفيا، لكن الرئاسة المصرية رفضت. يعني مش بس مصر رافضة مخططاتهم، دي كمان بتحدد هي تتكلم مع مين، ومش هتدي فرصة لأي حد ولأي محاولات ضغط. مصر النهاردة بتقول لا بوش أمريكا والكيان وشعبها وجيشها كلهم واقفين وراها، وده سر الرعب اللي عايشين فيه الكيان، رئيس ورا جيش ورا شعب كلهم واقفين كحائط سد ضد تنفيذ مخططاتهم. كمان مصر ماشية بدبلوماسية ذكية جدا، من ناحية بتكلم العالم بلغة ناعمة، ومن ناحية تانية بتاخد مواقف حازمة ما يقومش بيها غير قائد واثق من نفسه، وده رجع مكانة مصر كلاعب رئيسي في المنطقة، وبقت مصر طرف لا يمكن حد يتجاهله. انتوا بقى تفتكروا ليه الكيان بيخاف من الرئيس السيسي والمصريين؟